وأخيرا انتهى مسلسل اللاعب رايان شرقي بشأن انضمامه إلى المنتخب الوطني الجزائري من عدمه. رايان شرقي تم استدعاؤه رسميا من مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان للمشاركة في تربص شهر جوان الذي ستتخلل مباراة نصف النهائي دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الإسباني. ديدي ديشان كان قد تعرض لضغط كبير من الصحافة الفرنسية وحتى الجماهير بشأن استدعاء هذا اللاعب الذي وضع شرطا إن لم يتم استدعاؤه خلال هذا التربص سينضم بشكل رسمي إلى المنتخب الوطني الجزائري. هذه الضغوطات الإعلامية والضغوطات التي قام بها رايان شرقي أتت بثمارها، وهو الآن يمثل المنتخب الفرنسي. من ناحية إمكانية اللاعب وما يقدمه في الميدان يمكن أن نقول الجزائر خسرت لاعبا مميزا جدا، لكن لا يمكن أبدا التحدث عن خياره الرياضي، لأن هذا اللاعب كبر في فرنسا، تعلم في فرنسا، تكون في فرنسا. أولمبيك ليون قدم له كل شيء. رايان شرقي منذ أن كان في عمر 18 سنة وهو ينتظر دعوة المنتخب الفرنسي. اليوم ديدي ديشان رضخ للضغوطات التي قامت بها الصحافة الفرنسية من أجل استدعاء هذا اللاعب الذي يرون فيه موهبة كبيرة جدا، وأنه لا يجب تكرار ذلك الخطأ الذي قاموا به مع أمين غويري الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب الفرنسي وفي الأخير مثل المنتخب الوطني الجزائري. رهان رايان شرقي الآن هو كيف يضمن مكانته مع المنتخب الفرنسي الأول في ظل النجوم الكبيرة جدا في هذا المنتخب. لاعبون مثله أثيرت ضجة كبيرة عليهم من أجل استدعائهم للمنتخب الفرنسي، لكن في الأخير خرجوا من الباب الضيق. بعضهم عاد لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، بعضهم ندم ندما شديدا على تمثيل المنتخب الفرنسي كنبيل الفقير. السؤال الذي يجب أن يطرح الآن: هل يستطيع رايان شرقي أن يثبت مكانته مع المنتخب الفرنسي ويلعب بصفة أساسية ويحقق ما لم يستطع أن يحققه اللاعبون الآخرون؟ وإن لم ينجح هل سيسير على خطى حسام عوار ويأتي في الأخير ويقول سأمثل المنتخب الوطني الجزائري؟ وكيف سيكون موقف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إن حدث هذا الأمر؟